السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفة جديدة، وصفة سهلة وسريعة ومناسبة جدا للعاملات. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. ديروا لي جيم تشجيع، ابوني فضلا وليس امرا. واللي هي وصفة مقارون بالبشاميل سلاك الحاصلين. وصفة ما كاش اللي ما يحبهاش، يحبوها الذراري يحبوها الكبار بزاف بنين. نبداو بسم الله. هنا نجيبو قدره نديرو فيها الماء ونديرو فيها شويه تاع الملح، مغرفه صغيره تاع الملح، ونديرو شويه قطرات من الزيت وزوج ورقات تاع الرند. نجيبو هنا باكي تاع مقارون الوزن تاعو 500 غرام، انا خيرت هذاك الصغير، ونخلطوه هكا في الماء باش ما يلصقش مع بعضه حتى يطيب. هنايا بعد ما طاب لي خضع لي 8 دقائق تاع طياب. شتو هذاك الماء اللي طاب فيه، نحو منه بول حق 400 مليلتر تاع الماء، هذا باش نديرو به الصوص بيشاميل تاعنا. راح يزيد لها في الذوق والبنه، خير من نديرو الماء هكاك. نجيبو هنايا كاسرونه نديرو فيها 4 مغارف كبار تاع الزبده، واللي ما يحبش الزبده يقدر يعوضها بالزيت. نذوبوها هنايا فوق نار متوسطه، ونزيدو لها هنايا 4 مغارف تاع فارينه. نخلطوهم كامل مع بعضهم حتى نتحصلوا على هذا القوام. لازم يكون الزيت اكثر من الزبده، ولا شتوها الفارينه جاتكم عاقده اكثر من هكا لازم تزيدوا شويه في الزبده باسكو راكم كثرتوا الفارينه. نطيبوهم على نار تكون متوسطه، ونخلو شويه هذيك الفارينه الطيب باش ما نحسوش بالقو تاع الفارينه في فمنا. شوفوا هنايا راني نطيب فيها على نار تكون متوسطه، اي هنا اي تغلي لي شويه في ثواني فقط. ونجيبو 400 مليلتر تاع الحليب، يكون ما هو بارد ما هو سخون، بدرجه حراره الغرفه. نقعدو نخلطو فيه شويه، ونجيبو هذاك المرق 400 مليلتر اللي طيبنا فيه المقارون يزيدنا في البنه. هنا عندنا ملح، فلفل كحل وثوم شويه شويه، واللي تحب النكهات اخرى تزيد. هنايا عندنا حبيبات تاع الفرماج، وانتوما تحبوا تزيدوا شويه تاع الفرماج 3، كاين يحب تفرمج اكثر من هكا. نخلطوهم على نار تكون متوسطه، هاي ما نحبسوش كامل التحراك، نقعدوا غير نخلطوا باش ما طيب ما تهبطناش لتحت الفارينه ودير لنا تكدسات وما تخرجناش على هذا القوام. شباب بعد ما رفدت لي الغليه نجيب وحده كريم فريش. انا شيت هذوك لي بواط صغار وزن تاعهم 200 مليلتر، ودرتها كامل كريم فريش. هنايا غير ترفد الغليه نطفيها. هنايا نجيب ليان ندير فيه مقارون بعد ما طاب لي شللته بالماء بارد وخليته يبرد شويه ثواني فقط. في الليان نديرو نفرغ فوقه لاصوص بيشاميل وهي سخونه حتى نتحصلوا على قوام يكون كريمي هكا. نقعدوا غير نفرغوا فوق المقارون. شوفوا كيف نتحصلوا هذا القوام لو موضح في الفيديو. نخلوه بجيه ونجيبوا المول تاعنا. المول لازم يكونوا الجوانب تاعو شويه عاليين باش لاصوص بيشاميل تحب تتبقبق في الكوشه وصافي يبدا يسيل. لازم شويه الجوانب تاعو يكونوا عاليين. نديرو لاصوص بيشاميل هي الاولى في اي غراتان مهما يكن. البيشاميل لازم هي الاولى، ومن بعد نديرو فوق ونديرو مقارون هنا من الفوق نسولو هكا السطح تاعو باش يجينا كامل كيف كيف. ونديرو لاصوص بيشاميل اللي بقات لنا نديروها من الفوق باش تعطينا شكل شباب من الفوق وتزيد لنا في البنه. نجيبو هنا فخوماج غابي شيدار ولا موتزاريلا ولا اي نوع عندكم، نديرو غابي من الفوق باش يعطينا الجو بنين. نزيدولو في التفرميج. واللي ما عندوش الفخوماج يدير شويه لا كريم فريش من الفوق تعطيرو هذاك اللون شباب، قطرات هكا تاع كريم فريش وتمسحوهم يعطينا لون شباب. هنا بعد ما دخلتهم في الكوشه على 180 حتى ل 200 درجه. لي غراتان ما يحبوش يقعدوا بزاف في الكوشه، سورتو اللي فيهم لاصوص بيشاميل تنشف لهم بالخف. صافي غير تشوفوه يبقبق من تحت بيدير هذاك التبقبيق اشعلوا له من الفوق. وها هو ليكم جا كريمي، جا بزاف هايل، جا مفرمج، ما جاش ناشف.
جا بزاف شباب. هاني قطعته هنايا وحطوه في طبسي، وحنرافقو بدجاج محمر ولا سكالوب ولا كوردون بلو ولا اي حاجه ولا هكاك بلا اي شيء. راح نغيروا شويه من اللي فخيت هكا، ناكلوا لهم شويه تاع المقارون ويجيهم بنين ويبدلوا شويه. هنايا درت له شويه تاع الزيت هذاك الدجاج، ودرت له شويه تاع المعدنوس. ولا حبيتوا نشارك معكم وصفه تاع الدجاج محمر، كتبوا لي في لي كومونتير. عندي وصفه بزاف شابه تاع الدجاج معتمدتها منذ سنين، بتجي بنين على تاع برا. شوفوا القوام تاع المقارون، شوفوا بعد ما برد لي شويه جا كريمي، جا بزاف يشهي وبنين. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، شجعوني بلي جام، ديروا لي ابوني فضلا وليس امرا. سلام.